بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني. ابراهيم البحيري معاكم وريمونتادا النمر. ونرجع تحليل مباراة الهلال وفلومينينسي. والبداية كانت مؤثرة جدا. بداية المباراة بالدقيقة حداد على روح اللاعب ليفربول، لاعب دييجو جوتا زميل مو صلاح. وطبعا هو برازيلي، وكان في تأثر جامد من اللعيبة والجمهور عن اللاعب. ونبدأ بقى في المباراة ونرجع نقول من الأول خالص تشكيلة الهلال بسرعة كده: بونو، لودي، نيفيز، كولوبالي، متعب، ناصر، كنو، سافيتش، كانسيلو، ليوناردو، ومالكو. بداية المباراة كان في حذر من الفرقتين. الفرقتين كانوا عاملين حساب بعض، كان في حذر جامد يعني مش المباراة اللي كنا متوقعينها. من أول تسديدة لفلومينينسي كانت في الدقيقة 12، وبعدها كان في كارت أصفر للودي. وأول هجمة خطر للهلال الزعيم كانت في الدقيقة 25، يعني كانت كرة خطر شوية، وكان في كورنر برضه، بس يعني هجمة ما نقولش كانت توصل لهدف يعني، بس كانت هجمة خطر. ومع حرارة الجو وحذر الفرقتين نوصل لحد الدقيقة 30 مع الكولينج بريك، وكل مدرب يدي تعليماته بسرعة. وبعدين نرجع تاني، والدقيقة 35 اللاعب فريتش ياخد كارت أصفر. والدقيقة 38 هجمة خطر لفلومينينسي، وبرضه بدون اختبار لبونو. ومع الدقيقة 40 مع هجمة حقيقية خطر، فلومينينسي يحرز الهدف الأول من كرة صعبة جدا على بونو وعلى أي حارس. وفي الدقيقة 43 اللاعب رقم 8 مارتينيلي بياخد كارت أصفر، وهجمة خطر للزعيم في الدقيقة 47 من خارج المنطقة، وكان في فاول خارج المنطقة. وكولوبالي يلعبها بالهيد، كوره خطيره جدا جدا جدا، لكن الحارس طلعها بصعوبه. طلعها بصعوبه جدا، يعني كوره صعبه جدا، تطلع خرافي، وبيحرم الزعيم من هدف. وفي نفس الدقيقه بعد كورنر، في نفس الدقيقه الحكم بيحسب ضربه جزاء للزعيم، وبياخدوا وقت، ورجوع للفار بيلغي ضربه الجزاء، وبيستمر الوقت الاضافي، الوقت الضايع. كان الحكم مدي 8 دقائق. الزعيم بدأ يمسك كوره وكده، بس ما كانش فيها هجمات خطر فيها. وينتهي الشوط بفوز فلومينينسي 1-0. مع بداية الشوط الثاني في الهلال بيمسك الكوره ونقلات متبادلة مع اللعيبة، وبيبدأ ضغط من أول دقيقة، وبيتحكم في المباراة. ونوصل للدقيقة 50، ركنية من جهة اليمين، نيفيز يلعبها بالعرض داخل منطقة الجزاء، طلعها دفاع فلومينينسي. في الدقيقة 51 كورنر تاني، نفيز بإتقان على دماغ كولوبالي يلعبها بالهيد، توصل لليوناردو، يوقف الكورة ويلعبها في الجون، ويجيب هدف التعادل للهلال. ويبدأ الهلال يتحكم في الماتش ويمسك الكورة، وفلومينينسي يلعب على الهجمة المرتدة، وكورة خطأ من لودي ياخدها لاعب فلومينينسي، وانفراد تام بالاسد بونو يطلع ويمسك الكوره وينقذ الهلال. ويفكرنا بالاسطوره بادو الزكي اللي اتكلمنا عليه قبل كده، واللي ما يعرفش بادو هنسيب اللينك بتاع الحلقه بتاعته في الوصف، ويقدر يتابع مين هو بادو الزكي. نرجع للمباراه. لعيب الهلال بيضغط ضغط جامد عشان يجيب الهدف الثاني، والاستحواذ يبدأ يكون 54% للهلال مقابل 46 لفلومينينسي. وفي الدقيقة 63 تسديدة قوية جدا من متعب الحربي،
تمر من جنب القائم، وتبدأ تتوالى الكروت الصفراء، ويكون أول كارت، ويكون في كارت في الدقيقة 64 من نصيب تياجو سيلفا كابتن فلومينينسي بعد تدخل عنيف على ليوناردو. وتبدأ التغييرات صفوف فلومينينسي، دخول مهاجم فضله مكان كانو، جيرمان كانو، تبديل مهاجم بمهاجم. وتبديل ثالث في الدقيقة 68 نزول لاعب الوسط ديليما، وخروج نوناتو لاعب وسط برضه، تبديل بتبديل، مركز بمركز، يعني مفيش أي جديد. في الدقيقة 69 تمريرات متتالية من أقدام لاعبي فلومينينسي، وبدأوا يتحكموا في الملعب تاني ومسكوا الكورة. وفي الدقيقة 70 عن طريق هيرقل يجيب الجون الثاني لفلومينينسي. في وقت الهلال كان ماسك الكورة، هم مسكوا الكورة دقايق خلصوا الماتش. الكرة وصلت لشافير اللي مرر الكرة براسه من فوق الدفاع، تصل لهيركل اللي استقبلها بشكل مثالي وسددها في المرمى على طول. تبدأ تبديلات الهلال ونزول المهاجم حمد الله، عبد الرزاق حمد الله مكان كنو، وده تغيير هجومي صريح. نية المدرب خلاص ما فيش، هو هجوم لحد ما نوصل للدقيقة 75 في اللي هي كورنج بريك، والمدربين يدوا تعليمات، ونوصل للدقيقة لحد الدقيقة 80 واللعب رايح جاي خلاص كده. الفرقة بتاعت فلومينيسي بدأت تهدي الماتش والهلال ضاغط، بس كلها كرات مش خطيرة. في الدقيقة 80 ركلة حرة لفلومينيسي في منتصف الملعب، تيجي في ايد متعب، لمسة يد على لاعب متعب الحربي، وبدأ الهلال يبدل تاني في الدقيقة 83 سيزر مكان الدوسري، والبليهي مكان سعد الحربي مدافع بمدافع. وفلومينيسي يبدأ يهدي الماتش برضه ويعمل تبديلات تانية، خروج مدافع بمدافع، جوجا يدخل مكان صامويل شافير، والهلال يبدأ يمسك الكورة تاني ويضغط تاني عشان يجيب هدف التعادل. وحمد الله بيتحرك وليوناردو بيتحرك وبيعملوا كل شيء، بس مفيش جديد. تسديده جامده من روبن نفيز لاعب الهلال من خارج منطقه الجزاء، طلعت بره القائم. في الدقيقه 88 تبديل خامس في صفوف فلومينينسي، تياجو سيلفا المدافع خرج بره ونزل لاعب وسط يبدا يمسك وسط الملعب. في الدقيقه 90 ضربه ركنيه للهلال نفذها روبن نفيز داخل منطقه الجزاء، وابعدها فلومينينسي من غير ما تشكل خطوره. ونفيز بياخد كارت اصفر في الدقيقه 91 بعد ما دخل بخشونه شويه على لاعب فلومينينسي. وفي الوقت ده الحكم بيضيف 7 دقايق وقت ضايع، الهلال بيمسك الكرة فيها وبيضغط من جميع الاتجاهات، بس مفيش جديد. تبديل رابع في الهلال، تركي اليامي مكان كانسيلو، وخلاص بدأت اللعيبة مفيش تركيز. وفي الدقيقة 97 كولوبالي بياخد كارت أصفر اللي ادعوا السقوط، يعني وقع مثل في قلب منطقة الجزاء، كان عاوز ياخد ضربة جزاء، الحكم اداله كارت أصفر. وبنوصل للدقيقة 90 ويكون آخر مشوار الهلال في بطولة العالم، وبنرفع له القبعة لأن هم عملوا كل شيء بصراحة، وما كانش فيه توفيق النهاردة، لكن هم أدوا اللي عليهم وزيادة، ما حدش في اللعيبة قصر، وبنشكرهم. ودي كانت آخر حاجة معانا النهاردة، ويا رب الحلقة تعجبكم. كان معاكم إبراهيم البحيري، وده برنامج رومنتادا النمر، وسلام.